الدكتور يحيى في فيلم الفيل الازرق لما خد الحبايه. المشهد ده مش مجرد خيال سينمائي، المشهد ده ممكن يحصل فعلا مع اقوى ماده مهلوسه في العالم. الماده دي اسمها DMT. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالى نعرف ايه حبايه DMT. DMT ده ببساطه دي ماده كيميائيه شبيهه جدا بالسيروتونين اللي هو هرمون المزاج. يعني في جسمنا الماده دي مسؤوله عن سعادتك وتنظيم حالتك النفسيه، بس DMT مختلف شويتين. تخيل ماده موجوده بشكل طبيعي في النباتات والفطريات وحتى في اجسام بعض الحيوانات، وممكن جسمك يفرزها وقت ما انت نايم في الاحلام. والمفاجاه ان الماده دي موجوده من زمان جدا ولحد ما بقت بتتعمل في المعامل. يعني في العصور القديمه في حضارات الامازون زي الشابو، ودي حضاره اثريه من العصر الحجري الحديث في منطقه شمال غرب الصين، والاشوار، ودي حضاره كان موقعها ما بين نهرين دجله والفرات اللي هما دلوقتي العراق وسوريا وتركيا. المهم ان الحضارات دي استخدمت DMT من زمان كمشروب روحي، وكانوا بيسموها ايواسكا، وده طبعا كانوا بيشربوه علشان يعملوا دماغ، وكان تأثيره بيوصل ل10 ساعات. ونروح للقرن العشرين سنة 1931، وتم تصنيعها لأول مرة في بريطانيا على يد الكيميائي ريتشارد مانسكي. وفي سنة 1956 في دكتور اسمه ستيفن زار وراح عمل المركب ده من نبات اسمه الميموزا، وراح حقنه لنفسه علشان يشوف تأثيره. وفي 1960 بقى DMT انتشر جدا لحد ما اتعرف برحلة رجال الأعمال، لأن وقتها كانوا واخدين إن المادة دي علشان يوسعوا وعيهم واكتشاف ذاتهم، لكن تم تجريمه بعدها بفترة بسبب المخاطرة. طب شكل DMT ده كان عامل ازاي وايه تأثيره؟ DMT ده بأنقى صورة ليه عبارة عن بودرة بيضة زي السكر الناعم، ولو في أي شوائب لونه ممكن يبقى أصفر أو برتقاني، وليه لون تاني بني محمر لما بيتعمل زي المشروب. ولكن اللي مش طبيعي تأثيره الصادم، بمجرد ما تستنشقه أو تدخنه بعدها بثواني حرفيا دماغك بتنفجر، بتشوف صور وأصوات وكائنات غريبة وأشكال كتير هندسية بتتحرك حواليك، وفي الواقع مفيش أي حاجة بتتحرك أصلا، لكن دماغك بتكون في كوكب المريخ. في ناس لما جربته بتحس إنها ماتت واتولدت من جديد، وده بسبب إنك بتحس إنك اتفصلت عن جسمك تماما. ممكن كمان تشوف حاجات مستحيل تشوفها وانت في الحلم او تحت تأثير مخدر تاني غير DMT. طب DMT مدة تأثيره قد ايه على الدماغ؟ في طريقتين حسبوهم علشان يقدروا قد ايه التأثير ده بيقعد معاه. اول طريقة لو استنشقته او دخنته تأثيره بيبدأ بعديها بثواني، وبيقعد تأثيره من 15 ل 45 دقيقة. اما لو شربته زي المشروب اللي اتكلمنا عليه في اول الفيديو بيقعد لحد 10 ساعات. وايه هو اللي بيخليه بيقعد 10 ساعات؟ المشروب ده بيكون موجود في نباتات بتفرز مادة DMT مع جذور نباتات تانية بتمنع الجسم من تكسير DMT بسرعة، والنتيجة بوابة وعي مفتوحة على الآخر، وده السبب اللي بيخليك يقعد 10 ساعات. طب هو ازاي بيعمل كده في الدماغ أصلا؟ DMT بيركب على مستقبلات معينة في الدماغ اسمها HT2A، ودي نفسها نفس المستقبلات اللي السيروتونين اللي هو هرمون السعادة بيركب عليها، بس الفرق ان السيروتونين بيقول لعقلك اهدى وركز، لكن DMT بيقول لك يلا بينا على المريخ. اللي بيحصل ان DMT بيوقف جزء مهم جدا في مخ اسمه شبكة الوضع الافتراضي. الجزء ده بيكون مسؤول عن الايجو واحساسك بنفسك وادراكك بالواقع اللي حواليك. بعد اللي انت سمعته ده كله ممكن يجي في بالك انك عايز تجرب، بس هنا مدى خطورة المادة دي قد ايه. مش كل رحلات DMT بتكون جميلة ووردي، في جانب مظلم لمخاطرة حقيقية. ممكن DMT يسبب زرع وهلع حاد جدا، وممكن كمان يحصل تشنجات في حالات تانية، وفي حالات تانية ممكن يؤدي إلى انفصام مؤقت أو حتى دائم، وبيسرع ضربات قلبك جدا، وممكن يسيب اكتئاب عنيف جدا بعد التجربة. خلينا نرجع للفيلم. لما الدكتور يحيى خد الحباية شاف كائنات غريبة، وشاف جريمة حصلت، وشاف شخصيات تانية بالكامل، وعاش تجربتهم وغيرت كل حاجة في حياته. الفيلم كان خيال درامي لكنه مبني على واقع ناس بتعيشه. الناس اللي خدت DMT بيقولوا كلام غريب ومخيف.
وبتحس اللي انت شفته ده كان حقيقة مش وهم خالص، وبيقولوا ان احنا عايشين في وهم كبير. وده بيسيبنا مع سؤال اخير ومهم جدا: هل الدي ام تي بيخلي الشخص يهرب من الواقع، ولا هو اللي بيوريه حياة تانية عمره ما كان هيشوفها؟ انت حر في قرارك، لكن لو قررت تجرب لازم تعرف انك مش هترجع زي ما كنت. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو في اي حاجة غريبة عايزين نتكلم عنها اكتبوها لي في التعليقات. اشوفكم على خير، سلام.